هو يا دكتورة في تعليمات معينة لازم نعملها بعد إعادة البناء عن طريق عضلة من الظهر؟ طبعا كل عملية من إعادة البناء بيبقى ليها التعليمات بتاعتها، وبيبقى ليها النقط اللي لازم نتبعها بعد العملية عشان بإذن الله نقرب من ضمان ان العمليه تمشي بصوره كويسه. بالنسبه لعمليه اعاده البناء بالعضله، انا بطلب من المريضه كم حاجه لازم تتبعها. اول حاجه انها لازم تشرب كميه سوائل كبيره، على الاقل 3 لتر ميه او سوائل عموما طول اليوم، بعيدا عن المحاليل اللي بنديها لها في المستشفى اول وتاني يوم او تالت يوم من العمليه. لازم نشرب كمية 3 لتر، بغض النظر عصاير سوائل مية مش مشكلة، بس لازم نعوض الكمية السوائل ديت عشان ما نعملش اي تضرر للكلى، لان ممكن يحصل تحلل للعضلات بعد ما بنشيلها، بيحصل منها شوية تحلل، فالمواد اللي بتخرج منها دي ممكن تروح للكلى وممكن تعمل تضرر في الكلى. فاحنا لازم نشرب سوائل كتيرة قوي عشان نعمل وقاية للكلى من اي تضرر نتيجة عن التسليك او الشغل اللي عملناه على العضلة. تاني حاجة بطلب من المريضة انها تنام بزاوية 45 درجة، لازم ما تبقاش نايمة فلات ولا تقعد 90، لازم تنام بزاوية 45. دي اريح وضعية، ان عشان الاوجاع اللي بتسببها تسليك العضلة من الظهر، الزاوية دي او الوضع دوت بيبقى يقلل الوجع بصورة كبيرة جدا. بطلب كمان من المريضة انها تتمشى على قد ما تقدر. طبعا اول ليلة من العملية بتاعة اعادة البناء بالعضلة بيبقى ان احنا نقوم نتحرك عشان الظهر طبعا بيبقى فيه اوجاع شوية، بتبقى صعبة حبة. لكن تاني يوم انا بقول للنواب ان هم يشيلوا القسطرة بتاعة البول على طول، عشان اجبر المريضة انها تقوم تدخل الحمام، عشان كل ما تمشينا اسرع كل ما اتحركنا فعملنا وقايه ان يحصل اي تجلطات في الرجل، وبالتالي نحمي ان احنا يحصل تجلطات في الدم وتطلع تبقى في الرئه او تبقى في اي مكان تاني تعمل لنا بيه ضرر كبير. فبنبه على المرضى ان هم لازم يتمشوا باسرع حاجه، وبنجبرهم ان هم يقوموا يدخلوا الحمام عشان اجبرها تتحرك بدري بدري او باسرع وقت ممكن. بننبه كمان على المريضة انها لازم هتلبس حزام بطن. حزام بطن مش حزام ظهر، مش الحزام اللي فيه حديد، لا، الحزام البطن العادي خالص على المقاس بتاعها ميديوم او لارج او وات، وده هتلبسه اغلب الوقت بتاعها على الاقل مده 3 شهور، علشان نحمي ان الظهر او نعمل سبورت للمكان اللي شلنا منه العضله. وكمان ده بيقلل او بيعمل ضغط وكمبريشن، بيقلل ان احنا يجمع المكان اللي شلنا منه العضله ده يجمع ميه كتير، وبالتالي يسرع فكره ان انا اشيل الدرنقه في وقت قليل بتراوح من 4 أسابيع ل6 أسابيع، يعني تقريبا في رينج ال4 أسابيع بنشيل الدرنقه بتاعه الظهر، وبيساعدنا عليها لبس الحزام. طبعا بنلبس برا معين بنطلبه من المريضة عشان نخلي العضلة تاخد الوضع او الشيب او الشكل بتاع الثدي اللي احنا عايزينه، عشان يحصل الالتئام في هذا الوضع او في البوزيشن دوت، فبالتالي احسن من النتيجة الجمالية بتاعة اعادة البناء عن طريق العضلة. العضلة عملية هي كبيرة طويلة، ليها شوية مضاعفات او اثار جانبية، ولكن النتيجة التجميلية بتاعتها بتبقى جميلة جدا في 90% تقريبا من الحالات. فلو العينه مختارينها صح والعمليه اتعملت معاها صح، بنبقى باقل اضرار ممكنه وباحسن نتيجه تجميليه ممكنه. كان معاكم دكتوره ساره زيتون، استشاري جراحات اورام الثدي التجميليه. ما تنسيش تعملوا فولو وسبسكرايب عشان تعرفوا اكتر عن اورام الثدي.